المصريين اللي بياخدوا العربيات بيعملوا تكنولوجيا اكتر بكتير وافضل بكتير من مصانع ومن التقفيل. 2024 فيها تحكم طارة من عند المصريين، وهيعملوا كراسي كهرباء ومتشكرين يا حاج منصور، مش عايزين احنا هنتولت ونظبط ونروق عشان احنا فاهمين. للحاج منصور ورسالة للحاج غبور، المصريين اللي بياخدوا من وراكوا عربيات عملوا تحكمات في المرايات، وعملوا كمان تحكم في الطارة وإرباجات عشان السواقين لو خبطوا حد وهم نايمين اللي اتخبط يموت والسواق يروح بسلام. وصلنا لسنة 25 وشرايط بتتغير من 2017 لحد الآن، ومش عارفين تعملوا لنا تحكمات في الطارة ولا تحكم في المرايات ولا حتى كراسي كهرباء عشان اللي سايقين يكونوا مرتاحين، ولا حتى مخدع زي اللي عملوه المصريين، ولا مخدع للزبون اللي جنب السواق، ولا حتى شوية اكسسوارات يفتحهم نفس البني ادمين ويخلوا اللي راكب فرحان اكنه متجوز على مراته. كمان شاشة وكاميرا عشان يتفرجوا على افلام ومسلسلات، وده شغل قديم من سنة 2020 نازل من عند اليابانيين، واحنا في 26 ولحد الان بيشيلوا الشاشة والكاميرا ويحطوا كاسيت بلوتوث عشان يكسبوا كتير ويوفروا من الناس الطيبين. عندنا كمان مراية تشوف اللي وراك، ومراية معتمة كمان، وعندك كاميرا حوادث لو حبيت تشوف انت موت كام، وجراب نضارة كمان، وشغل المفروض يطلع من مصنع منصور. نقول لمين ونعيد لمين؟ المصريين اللي بياخدوا العربيات بيعملوا تكنولوجيا اكتر بكتير وافضل بكتير من مصانع ومن التقفيل. 2024 فيها تحكم طارة من عند المصريين، وهيعملوا كراسي كهرباء ومتشكرين يا حاج منصور، مش عايزين احنا هنتولت ونظبط ونروق عشان احنا فاهمين. من 17 لحد الآن مفيش تغيير في الكلام. اللي موافق على الكلام يعمل شير، واللي مش موافق على الكلام يعمل لايك جميل، واللي موافق وموافق يمنشن لصديقه عشان هنعمل لكم تحكمات في الطارة وإرباجات وكراسي كهرباء كمان.